في الايام الاخيره وبالضبط نهار الخميس غادي يخرج ترامب بهذا القرار بواحد التصريح اللي كلشي كيدوي عليه حاليا من بعد ما قال انه غادي يوقف الهجره لامريكا نهائيا على دول العالم الثالث، وبانه غادي يعطي الولايات المتحده واحد الوقيته ديال الراحه تيرجع النظام الامريكي باش يتوازن. وزاد هدد بانه يمكن يلغي حتى طلبات ديال الجنسيه، يعني واخا تكون عايش تما كاين من سنين ويلا جاتك باش تاخذ الجنسيه ديالك او تدفع باش تاخذ الجنسيه ديالك تقدر ترفض ما يعطيهاش لك. وحتى الطلبات اللي كانوا تقبلوا في عهد ديال بايدن، يعني واخا عندك الجنسيه يقدر يحيدها لك. وغادي يعاود يراجع الاقامات الدائمه ديال الناس اللي جاو من الدول ديال العالم الثالث. وبزاف ديال الناس اللي كان عندهم الحلم ديال الهجره سولوا مع راسهم علاش هذا القرار جا، واش بصح المغرب داخل مع العالم الثالث؟ كيفاش تقدر تمشي ليونايتد ستيت؟ الهجره لامريكا عندها بزاف ديال الطرق اللي ممكن الانسان يستعملها، لانه بزاف ديال الناس بغينا ولا كرهنا الحلم ديالهم انه يمشيو يعيشوا في ديك البلاد، حيتاش كيشوفوا فيها فرص اللي هي بزاف، سواء في الخدمه او القرايه او المعيشه وحتى الحياه المريحه، يعني تقدر تكون جالس وكتخلص. الهجره الرئيسيه معروفه وثابته، وكل طريقه عندها الشروط ديالها والمراحل اللي خاص الواحد يتبعها. اشهر طريقه معروفه عند المغاربه هي القرعه الامريكيه، وهاد القرعه راها فري وكنت كنعرف وحدين يعني مشاو بهاد القرعه، يعني هي كتجي فحال الزهر ولكن راها كاينه. هاد القرعه كتكون مره واحده في العام، والناس من بزاف ديال الدول كيقدروا انهم يتسجلوا فيها بلا ما يحتاجوا شي دبلوم كبير ولا شي عقد عمل. والا جات فيك القرعه كتمشي للسفاره وكتدوز مقابله، والا كملتي الشروط كتشد الجرين كارت ديالك وكتمشي. الطريقه الثانيه اللي هي الهجره العائليه، واللي كتكون اسهل الا كان عندك شي واحد من العائله وساكن في امريكا بحال الزوج او الزوجه، الاب الام اللي عندهم الجنسيه الامريكيه. واخا هاد النوع كيحتاج واحد الوقت ولكن الغالبا النتيجه ديالته مضمونه. والطريقه الثالثه اللي تيكون عن طريق العمل، يعني خاص يكون عندك واحد العقد رسمي للمشغل اللي غادي يخدمك عنده اللي كيجيبك عنده وكيشغل. الرابعه كاين المسار اللي بزاف ما كيعرفوش عليه، هو الفيزا ديال الدراسه. الطالب ممكن يمشي يقرا في امريكا ومن بعد لقى شي خدمه تماكن كيخدم، ولكن خاصها تكون قانونيه. كيقدر انه يبدل الفيزا ديالته حتى كيشد الاقامه. فمن بعد ما عرفنا هاد الطرق ديال الهجره اجو نعرفوا علاش ترامب دار هاد القرار اللي خرج به وحرفيا اللي خلع بزاف ديال الناس، واخا انه القرار مازال ما ولا رسمي، يعني غير هضر. الهجره ديال العالم الثالث ما جاش غير هكاك، بل انه جاو من بعد وسط واحد الاجواء سياسيه وامنيه من الشعب. ترامب ربط هذا القرار بواحد الحادث امني كبير وقع في جنب واشنطن. بيون كان من المهاجرين وشاف بانه النظام الامريكي خاصو يرتاح، يعني ما كرهش هو يبقى غير بيناتهم صافي، وخاص الدوله ترجع التوازن ديالها قبل ما يستقبلوا مهاجرين جداد. وفوق هذا الشيء كيشوفوا بانه الناس اللي كيدخلوا عندهم كمهاجرين كيجيو من الدول اللي هي فقيره واللي هي بالنسبه لهم كدير واحد الثقل على امريكا، ما كيساهموش في الاقتصاد، يعني بالنسبه لي ما كيقدموا لي حتى شي اضافه، غاتيجيو تيجلسوا وياخذوا الشوماج ديالهم ويبقاو جالسين. وقال بانه غادي يرحل اي شخص ما خدام ما ردام غا جالس، ما عندك ما دير عندنا هنا، سير رجع لبلادك. هادشي طبيعه الحال اللي قالوه الاعلام، وهو يعني خاصو يحسن الصوره ديالته باقصى درجه اللي ما كيحملوش المهاجرين، وكيشوفوا بانهم كيجيو كينافسوهم في الخدامه تقريبا في حالنا.